اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الورد، يا مساء الفل، يا مساء النرجس والياسمين على عيون أحلى متابعين. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. بصوا بقى حبايبي، أنا الصبح قمت لقيت جوزي ماشي من غير ما يسيب لي مصروف ولا أي حاجة خالص، ولا قال لي نعمل غدا ايه ولا أكل ايه ولا أي حاجة خالص. فقعدت مع نفسي كده، قلت لازم اعمله مفاجأة لما يجي من الشغل يلاقيني عاملة غدا ومحضرة غدا. فطلعت بقى ايه من كل حاجة من قلب بيتي ومن التلاجة. كان عندي في التلاجة 1.5 كيلو من الدقيق الغلة، دقيق الغلة اللي هو بيكون مسمر شوية دوت، وكيلو من الدقيق الفاخر، 1.5 كيلو وكيلو من الدقيق حلو. قلت لازم اعمل بيهم ايه، يا اما قرص طريه يا اما ايه فطير فلاحي. فبيني وبينكم انا كان نفسي في الفطير الفلاحي بقالي مده، فقلت لازم ايه اعمله. عندي حاجته يا هند؟ ايوه عندك حاجته. لو وصلت لحد هنا حبيبتي ما تنسيناش في اللايكات والاشتراكات وانضمامكم ليا للقناه، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. هنا بقى خلطت الدقيق على بعضه، دقيق الغله ودقيق الفاخر، خلطتهم على بعض وحطيت معاهم رشة ملح ورشة من السكر. طبعا الفطير ما بيتحطلهوش خميرة خالص، انتوا عارفين الفطير ما بيتحطلهوش خميرة خالص، ولا حطيت له بيكنج باودر ولا اي حاجة خالص غير شوية الملح وشوية السكر. وعجنت بالمية لحد العجينة ما بقت معايا لا طرية خالص ولا ناشفة خالص زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا كنت بوريلكم العجينة اللي هي لا طرية خالص ولا ولا يابسة، يعني ناشفة يعني يابسة. وبعدين جبت بقى الصواني اللي انتوا شايفينها دي، حطيت نقطة زيت هنا وحطيت نقطة زيت هنا علشان العجين لما احطه في الصينية لما اجي اقطع الفطير بتاعنا ما يلزقش في الصينية. هنا بقى مسحت الصواني كده بالزيت زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، وجيت اقطع بقى الفطير. طبعا انت هتقطع الفطير على حجم الصينية اللي عندك. انا عندي هنا كنت بقطع الفطير على حجم صواني البيتزا اللي عندي. طبعا صواني البيتزا اللي عندي لا كبيرة خالص ولا صغيرة خالص، هي صواني متوسطة. فانا قطعت هنا الفطيرة على حجم الصواني اللي عندي. طب 2.5 كيلو يا هند عملوا لك كام فطيرة على حجم صواني البيتزا اللي عندك؟ هنا انا هعمله 7 فطيرات. طلعوا معايا 7 فطيرات بألف هنا وشفا للي هياكل. هنا قطعت اول واحدة اهي، وجيت حطيت على وشها حبة زيت. طب ليه يا هند بتحط على وشها حبة زيت؟ حطيت على وشها حبة زيت علشان وشها ما ينشفش مننا ويشقق لما نيجي نفرده العجينة ما نلاقوش وشها ناشف وشقق مننا. هنا برضو عملت برضو تاني فطيرة اهي بألف هنا وشفا. يا حبيبي يا حبيبي، معلش يا جماعة، معلش يا جماعة، شوفوا عيالي ربنا يهديهم يا رب، معلش اعذروني يا جماعة. هنا بقى حبايبي كنت بوريكم العجينة عاملة ازاي، واللي هي ملمسها طري وناعم. واللي كان بيعمل لكم اللايكات والاشتراكات دي ده استاذ زيزو ابني، بيقول لكم متنسوناش في اللايكات والاشتراكات. جيت هنا بقى خلصت الفطير بتاعنا زي ما قلت لكم، عملت 7 فطيرات وريحتهم شوية. يعني لازم تخلي عجينة الفطير تريح شوية. ليه يا هند؟ عشان تعرفي تفرديها بالنشابة او تفرديها على الطبلية او الرخامة اللي عندك. طب احنا هنا هنحطه ايه بقى للفطير؟ انا هنا لقيت قشطة عندي في قلب الفريزر طلعتها، ولقيت عندي سمنة ولقيت عندي زيت. عملت خليط من القشطة والسمنة والزيت للفطير. بجد بيبقى طعم الخليط ده حكاية. القشطة بتدينا الطعم السمنة الفلاحي بالظبط، ولا اكنك شارياه من بره زي اكبر محلات من بره والافران من بره. هنا بقى جيت برشت بقى في الارض، حلوة برشت دي قعدت بقى في الارض علشان احط الطبلية وافرد معاكم الفطير بتاعنا الحلو ده. جيت حطيت على الطبلية حبة زيت عشان يفردوا معانا العجينة. ما رشتش دقيق، بشوف بقى يعني معظم الناس بيرشوا دقيق تحت الفطيرة، لا رشي حبة زيت علشان العجينة تتفرد معاكي وتسهل معاكي عملية الفرد. شمري شمري شمري. هنا بقى كنت بشمر هدومي علشان افرد الفطيرة بتاعتنا.
وجيت بقى افرد. شوفوا العجينة معانا بتتفرد ازاي بكل سهولة. شفتوا جمال اكتر من كده؟ العجينة مرتاحة معانا وكويسة وطرية، مش ناشفة ولا اي حاجة خالص. شفتوا العيال مش عارفة اسجل منهم الفيديو ازاي. جيت هنا بقى افرد العجينة وعلشان اخليها رقيقة، مش تخينة ولا فيها كلاكيع ولا اي حاجة خالص. حطيت ايدي من تحت العجين كده علشان العجينة بتاعتنا تتفرد معانا. ما يهمكيش القطع اللي هو هيبقى في في قلب العجين، في قلب الفطيرة بتاعتك. ما يهمكيش القطع اللي انت بتقطعيه في قلب الفطيرة، عادي خالص، ما فيهوش اي حاجة. كنت هنا بقى يا حبايبي بفرد بقى العجين زي ما انتوا شايفين كده. بجد عجينة جميلة جدا جدا جدا. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا يهديكم يا عيالي يا رب. هنا بقى كنت بحط الخليط اللي هو القشطة والسمنة والزيت على الفطيرة بتاعتنا الجميلة. يعني بجد فطير بجد جميل جدا. يعني انا بعمله كده على طول، والله والله بيبقى احسن من 100 محل و100 فرن انا شارياه من بره. هنا بقى تفردي الخليط او السمنة اللي عندك او سمنة فلاحي اللي عندك او زبدة على حسب اللي عندك في قلب بيتك. افرديه على الفطيرة بتاعتك. هنا بقى جبت الطرف الاولاني كده وتنيته كده، والطرف التاني برضو وتنيته برضو كده. وهنعمله بقى الفطيرة بتاعتنا الجميلة، وكل جنب بياخد له السمنة او الخليط اللي انا عاملاه دوت. انتوا حتى هنا هتشوفوني برضو كل شوية ارش كده من الخليط بتاعنا، وافرده بايدي لحد الفطيرة كلها ما تشرب من السمنة او الخليط اللي انا عاملاه زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى كنت بربع بقى الفطيرة بتاعتنا علشان في الاخر المها وتبقى قرص معانا من الفطير ونعرفه نفرده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. كل شويه برضو احط الخليط دوت، كل جنب بحط له خليط، كل جنب بحط له خليط. يعني هنا كنت بشيل رزايه كانت في قلب العجينه، كانت في الدقيق، كنت بشيلها متقلقوش يعني. هنا بقى لميت الفطيره بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين اهي، وعملتها قرص. وهجيب صينيه هدهنها بالزيت واحط الفطيره بتاعتنا فيها. انا هنا بوريلكم كل حاجه اهو، ويعلم ربنا انا بشتغل معاكم بضمير وبكل صدق وبامانه، ودعوه منكم حلوه كده للشهاده الاعداديه، لطلاب الشهاده الاعداديه وطلاب الثانويه العامه. ربنا يا رب يكبر بخاطرهم وينجحهم ويوفقهم على تعبنا ومجهودهم طول السنه. هنا برضو جبت واحده تانية هعملها معاكم علشان برضو المبتدئين، العرايس اللي لسه مبتدئة او واحدة مقبلة على الجواز، لو حماتها قالت لها قوم اعملي لي فطيرة تعرف تعملها وترفع راسها كده قدام جوزها وقدام حماتها وقدام امها وابوها. وكمان اللي كان معلمني يا جماعة الفطير والحاجات دي كلها حماتي الله يرحمها، الف رحمة ونور تنزل عليها، الفتحة ليها. وبعدين هي اللي علمتني كل الحاجات دي. انا ما كنتش متعلمة حاجة في بيت ابويا بجد. يعني انا خلصت مدرسة من هنا وبعد كده اشتغلت وبعد كده اتجوزت، يعني ما عرفتش نعمل اي حاجة خالص. فالف رحمة ونور تنزل عليكي يا حماتي. هنا بقى المهم بقول لكم هنا التقطيع اللي بيبقى في العجين دوت مش مشكلة، ما يشغلنيش في اي حاجة. كده كده فطيرتك حلوة وسليمة ومفيهاش اي حاجة لما بتيجي تلميها وتفرديها في قلب في قلب الصينية. هنا بقى كنت برضو بفرد الخليط بتاعنا الحلو كده، كنت بفرده وتنيت اول جزء اهو زي ما انتوا شايفين، بس كنت بعدله وحتني برضو تاني جزء على الجزء الاولاني زي ما انتوا شايفين كده، واحط له برضو الخليط بتاعنا او السمنة اللي انتي عايزاها، يا اما بقى زبدة يا اما سمنة فلاحي يا اما الخليط اللي انا عاملاه دوت هيديكي نفس وطعم السمنة الفلاحي بالظبط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اقعدي استغفري كده ومتقعديش ساكتة وصلي على النبي على طول. بجد
بتشرح القلب كده وتخلي نفسيتك هادية كده ومطمئنة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا بقى كنت بقفل بقى الفطيرة بتاعتنا اهي من الجنب ده ومن الجنب ده، بشربهم من الخليط اللي انا عاملاه زي ما انتوا شايفين كده اهو. وزيزو كان بيقول لي الحقي ماما الحله هتقع تحت الخليط اللي فيها السمنه، قلت له لا ما تخافش، راح زقها لي شويه وهو اللي كان واقف بيصور لي يا جماعه والله العظيم هو اللي كان واقف بيصور لي، عشان طبعا انا كنت قاعده في الارض مش عارفه اعمل الكاميرا ولا اظبطها، فهو اللي كان بيصور لي. هنا بقى جبت صينيه وحطيت الفطيره بتاعتنا معانا وهسيبها ترتاح 10 دقايق لحد ما اخلص الفطير بتاعنا. طب 2.5 كيلو يا هند عملوا لي كام فطيره؟ عملوا لنا 7 فطيرات زي ما انتوا شايفين كده. خليتهم يرتاحوا 10 دقايق وجيت فردتهم في قلب الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. هفردهم في قلب الصواني يا حبايبي. فردت كده في الصواني اهو الفطير بتاعنا علشان اخلصه وادخله الفرن عشان يستوي معانا. طب انت هتسويه في ايه يا هند؟ انا عندي فرن غاز من اللي هو الكبير. لو انت ما عندكيش فرن غاز من اللي هو الكبير ممكن تطيبيه في فرن البوتاجاز عادي، يعني ياخد وش من تحت يحمر من تحت، وبعد كده تفتح عليه الشواية. لو عندك الشواية والفرن بيتقادوا مع بعض خير وبركة، اعمليه في فرن البوتاجاز. هنا بقى سويت اهوت، ولعت الفرن ودخلت الفطير بتاعنا. شفتوا الجمال، شفتوا الحلاوة، بجد كان جميل جدا جدا. واللي خلاه ما يشربش السمنة بتاعته وينزل كده دهان وكده اللي هو الدقيق الغلة، بيخلي الحاجة طرية جدا ومستوية معاكي على طول. هنا بقى كنت خلصت الفطير وكنت كنت عايزة ناكل بأي شكل الفطير، وكان سخن مولع على جيد جوزي بقى لقاني قاعدة اصور وقاعدة اكل زي ما هتشوفوني كده وعمالة اصور لكم الفيديو. فقعد يبصلي ويقول ويعمل لي من ورا الكاميرا منين ومش منين ومش عارفة عشان كده انا كنت بضحك. حش حش يا اختي لغوي لغوي. بيقول لكم طعمه جميل جدا. شوفوا وشي كان احمر ازاي من الفرن. كنت قاعدة قدام الفرن بقى والصهد كله كان طلع في وشي. انا هنا بقول لكم جميل جدا، طعمه كان جميل جدا جدا. وقطعت لكم واحدة اهي وكان سخن، وبصوا جميل طعمه كان روعة. انا فعلا كنت جعانة عشان ما كنتش فطرت، فكنت جعانة وعايزة اتسلى عليه. يلا حبايبي لو وصلت لحد هنا متنسونوش